السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. ارمي البصل بقى في المية المغلية وحطيه على الفراخ نية، واكتشفت انها اسهل بكتير والطعم احلى من بتاعة الخواجة 100 مرة. سمي الله وصلي على رسول الله وشجعيني باجمل لايك وشارك الفيديو مع اصحابك. يلا حبايب قلبي ندخل على الوصفة الجميلة دي ونشوفها عملناها ازاي. اول حاجة معايا هنا فرختين. انا هاخد الوراك بس، تقدري تعملي فرخة واحدة وتقطعيها قطع صغيرة وهتطلع معاكي عدد كبير جدا. انا هنا هاخد الوراك بس، هقطع الدبوس لوحده والفخدة لوحدها. طبعا انا بقطع منها العظم اهو، تقدري برضو تقطعي الوركة على 3، ولو قطعتيه على 3 هيكون احلى بكتير، هيديكي قطع زيادة وفي نفس الوقت هتستوي معاكي سوا كويس جدا. هنقطع الفراخ زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، الدبوس لوحده والفخده لوحدها، وبعد كده هناخدهم نغسلهم غسله كويسه قوي وننقعهم في المحلول بتاعهم، ميه وملح وسكر. بنعمل فتحات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهنغسلهم ونعملهم في محلول زي ما قلت لكم، وبعد كده هنجيبهم ناشفين. معايا هنا ميه مغليه، هنزل عليها بالبصل زي ما انتوا شايفين، بصلتين مقطعهم طرنشات، ومعايا هنا فلفل اسمر صحيح، ومعايا بهارات بروستد وكزبره ناشفه وسبع بهارات وكركم وكاري وتوم باودر وبصل باودر وزنجبيل. وبعد كده هنحط معانا ورق لورا، وهنا معايا على اللتر ميه بنحط 3 معالق ملح، ومعايا ورق لورا. وزي ما قلت لكم وما ننساش الزنجبيل، ده مهم جدا بيخلي ريحه الفراخ تحفه. وحطينا برضو معانا رشه سكر، يعني معلقه سكر و3 معالق ملح. هنحطهم على النار دلوقتي وهيغلوا معانا تاني. هقول لكم البهارات مره تانية. البصل انا عملته شرايح، بصلتين قطعتهم شرايح، ومعانا فلفل اسمر صحيح عشان ما يغمقش لون الشوربه. هنا باخد الاول الشوربه بعد ما غلت شويه معانا لمده 10 دقايق، باخد معايا كوبايتين او 3 وبحطهم في بوله وبحطهم في التلاجة يسقعوا كويس قوي. خلاص، وبنزل معايا بقطع الفراخ اللي انتوا شفتوها دي كده، وبغطي عليها وبسيبها معايا نص ساعه، ساعه، ساعتين، على حسب ما انتوا عايزين. بس هي خلال ساعه او نص ساعه بتبقى كويسه قوي زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. تمام، بتطلع تحفة معانا وبتستوي بسرعة، وفي نفس الوقت ما بيكونش فيها زفارة وما بقاش فيها ولا نقطة دم من جوه. الطريقة دي هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. شلت الفراخ وصفتها. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق او كوبايتين، ولما كل كوبايه بتاخد قصادها معلقه نشا. معانا البهارات تاني هنكررها مره تانية، كزبره ناشفه وسبع بهارات وكركم وكاري وتوم باودر وبصل باودر وزنجبيل، ماشي، والبهارات البروستد ما ننساش. وبنقلبهم كويس جدا مع بعض، وبتحطوا معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكل كوبايه دقيق بتاخد لها معلقه نشا. بنقلب كل الخليط ده كويس جدا مع بعضه بالشكل ده. انا هنا كنت نسيت الزنجبيل البودر، حطيته ورشيت كده. هنعمل مع بعض صوص الباربيكيو عشان نعمل الرز. معايا كوبايتين من الكاتشب، كوبايتين كبار احنا عاملينه طبعا في البيت، وهنزل عليه بربع كوب سكر بني. ما عنديش سكر بني بنزل بربع كوب سكر عادي، وبديله معلقتين من العسل الاسمر. ومعايا نص كوب من الخل، خل تفاح. ومعايا معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة من المستردة. ومعايا هنا الهوت صوص، تقدروا تستغنوا عنها لو مش موجودة، وتحطوا معلقة صغيرة من الشطة الحراقة حسب الرغبة برضو، بس ده بتبقى مع الصوص حلو. معايا نص كوباية من المية، بنزل عليها بمعلقتين بابريكا مدخنة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. بقى دوبهم كويس قوي وبنزل عليهم على الخليط. أنا ليه عملت الحركة دي؟ نزلت البهارات في قلب المية عشان خاطر أنا عاملة الكاتشب لسه كنت عاملاه طازة وسخن جدا، لو نزلت عليه بالبهارات هيتكتل معايا. دوبت البهارات لوحدها ونزلتها على الصوص، وحطيت الصوص دوت او الخليط دوت على النار لمدة 10 دقايق. غلي معايا كويس قوي، او 5 دقايق لحد ما يهدى ويبرد. وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده، جربوا احلى صوص الباربيكيو، حلو جدا جدا، هينفع معاكم قوي قوي في اعمال الرز. هنجرب مع بعض صوص الريزو، كوب باربيكيو، وحطيت عليه معلقتين من الصويا صوص، من الهوت صوص، ومعلقتين كبار من الشطة، ماشي، او شطة، ومعلقتين كبيرة صويا صوص، ومعلقتين كاتشب، ومعلقتين عسل ابيض. تمام، مرة تانية، كوب باربيكيو عليها هوت صوص،
الشطه الحاره اللي احنا حاطينها برضو، ومعانا معلقتين كبار شطه. تقدروا يا تحطوا هوت صوص يا تحطوا بديلها شطه، ومعايا معلقتين من الصويا صوص ومعلقتين كاتشب ومعلقتين عسل ابيض. ده كده صوص الريزو. جربوا برضو احلى صوص الريزو. يلا نعمل مع بعض بقى الرز الريزو. معايا زيت وزبده، وهنزل عليهم بصله كبيره انا فرموها كده زي ما انتم شايفين، يا دوب تتقلب على النار تقليبه خفيفه، واحط عليها نص معلقه صغيره من الثوم المهروس، وبعد كده 4 مكعبات مرقه دجاج بفرمها فرمه بسيطه كده، وهدي النار في الوقت ده، وعليهم معلقه كبيره من الكاري. بنزل بالكاري برضو واقلب معلقه، ومعايا نص كوبايه من الباربيكيو اللي احنا عاملينه مع بعض، ونص كوبايه كاتشب احنا برضو عملناها مع بعض، ومعلقتين من الصويا صوص، زائد معايا بقى شطه بودر ومعلقه توم بودر. وهقلب كل المكونات دي مع بعضها. وما ننساش برضو هنا هننزل برضو معايا بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر. وبعد كده هنزل معايا ب5 كوبايات من الرز، يا دوب بدوبهم مع بعض، بقلبهم مع بعض شويه كده، يعني بحورهم شويه كده. وبنزل معايا بالميه. الميه هنا الرز 5 كوبايات، الميه بتبقى 4 كوبايات على نار هاديه بقى، يا دوب يغلي. وبعد كده هوطي زي ما انتوا شايفين كده. الميه بتكون قليله عشان طبعا الصوصات ديت بتدي معايا كده عشان ما يعجنش معايا. اهم حاجه بهدي النار عشان الصوصات دي بتخلي الرز يلزق. خلاص كده هنرجع بقى نعمل الكنتاكي مع بعض تاني. معايا الدقيق زي ما انتوا عرفتوا انا حطيت عليه كل المكونات. الميه اللي انا خدتها ديت من على الفراخ انا باخدها من قبل ما انزل بالفراخ. حطيت الميه دي في التلاجة عشان انا لو خدت الميه من على الفراخ هتبقى ميه زفره. الميه دي انا خدتها قبل ما احط الفراخ عليها. طبعا الميه دي متبهره كويس جدا، وبرده الفراخ شربت التتبيله كويس قوي. بنزل بقى بالفراخ في الدقيق وبقلبها زي ما انتوا شايفين كده، بقلبها كأن بقلبها 10 تقليبات كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده بنزل فيها بالميه الساقعه. الميه دي انا حطيت فيها مكعبات تلج، وبعد كده برجع انزلها في الدقيق مره تانية. بنزلهم في الميه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبعد كده بنزل عليهم برضو بالدقيق، ادخلهم في قلب الدقيق. وطبعا بقلب، وانا بقلب ما بدوس عليهم، تقليبه خفيفه زي ما انتوا شايفين كده عشان تعمل معانا الخربشه البسيطه اللي انتوا شايفينها دي. هنا الرز انا وريتكم بقلبت الرز بالشكل ده زي ما قلت لكم. شفت الرز ما بيلزقش، بس خلي بالكم الرز الريزو ده بيلزق جدا جدا لو انتوا مركزتوش معاه. هنا بقى الزيت سخن معايا والزيت غزير زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نزلت معايا بالفراخ لمدة 10 دقايق، بغطي عليها والنار عالية لمدة 10 دقايق، وبعد كده بوطي واسيبها لمدة 10 دقايق تانيين. بصوا اللون، وما شاء الله على الجمال والقرمشة، وما تبقاش شاربة معانا زيت خالص. طلعت بالفراخ بالشكل دوت، بحطها بقى على شبك او على مصفى، وبنزل بقى بمره تانية زي ما قلت لكم. حطينا اهم حاجه، او انا بحط الفراخ في الدقيق ما تقعدش معايا وقت كبير، يعني بحط الفراخ في الدقيق وعلى طول بقليها. بحطها على نار عاليه لمده 10 دقايق، واقلبها على الجنب التاني واسيبها لمده 10 دقايق على نار هاديه كده. وقلت كل الكميه اللي معايا وخلصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصوا اللون والقرمشه، اللهم بارك، حاجه تحفه جدا. كده خلصت كل الكمية، وعملنا مع بعض الرز الريزو. وتقدروا كمان تعملوا شريحتين من الصدور، تعملوهم زي نظام الاستريبس، تحطوهم على الرز الريزو كده زي ما انا عاملاهم. وخلصنا كده، عملنا مع بعض الكاتشب، وعملنا مع بعض صوص الباربيكيو وصوص الريزو، وعملنا مع بعض رز الريزو، وعملنا مع بعض النهارده الوجبة كاملة اللي بتجيبوها بقى طبعا من كنتاكي، وبتكون طبعا بأسعار ما شاء الله. جربوا بقى الوصفة دي، ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.